ما في أحلى من الإنجاز، يعني الواحد يساوي شيء ويساعد بلاد بلده. في عنا هون سوري أسس مصنع أوروبي للشوكولاتة ويطلب اللاجئين لعمل معه. يعني بسام غراوي آه، كتير كتير حسن من سمعة السوريين إنه الشعب جاي يشتغل، الشعب مو جاي يطلب مصاري، الشعب إنه بإيده يعطي أفكار جديدة. بسام غراوي هو كان يطلع أفخر أنواع الشوكولاتة بسوريا وبعض الدول العربية قبل هاي الحرب، لكن بسبب الحرب خسر نسبة كبيرة من المتاجر تبعه، وكان يطلع الغريبة وغيرها من المأكولات. هذا بسام غراوي عمره 62 عام. تحدث لرويترز انه قام بفتح مصنع بالمجر، اشترى له بيت، فتح له، اكيد اخذ، يعني ما بعرف اذا انه باع الاملاك تبعه بسوريا وراح على المجر وفتح المصنع له. الميزة بهذا السوري اللي عجبني فيه انه قرر انه يشغل اللاجئين، يعني قرر يشغل اكثر من 520 شخص ويعلمهم كيف المهنة عشان لانهم اولاد بلده. يعني ما في احلى انك تساعد ابن بلدك لا تأسس حالك، يعني انه تساعد كمان، يعني بدل ما يشغل المجاريين او هيك فانه شغل ابن بلده. هو كمان جاي من السورية على المجر لجوء، كان جاي، عرفتوا علي، بين ما أسس وحتى سوى هاي الفكرة وشغل. يعني حلو نحن السوريين أرجي لكل أوروبا إنه نحن مو بحاجة إنه مين نشحد يعني نحن ما ينشحد علينا، نحن من أسس، من طور، من ساوي أفكار، من كبر البلد اللي نحن فيه. مثل المجر هلا اعتبر حاله بسام غراوي إنه هو عبارة عن كونه أخذ الجنسية المجرية، فإنه اعتبر حاله من المجر. بتمنى إنه تكتر هاي الأخبار يعني بتفائل كتير الواحد بالشخص، بالسوريين. حتى إنه في شخص كان بيشتغل بسبوتيفاي، رح نحكي عنه بحلقة قادمة، إنه هذا الشخص سوري كان جاي تهريب من لبنان، هو أصله سوري، دخل على لبنان، إجا تهريب، دخل بعدين على السويد هو موقع شركة الموسيقى العالمية سبوتيفاي، اشتراك وهيك شغلات، فإنه حط هناك أفكار وطورها، عرفتوا علي، وعلى أساس إنه اشتغل. يعني هون اللي بيجي على أوروبا اللي عنده أفكار، اللي عنده هيك في دعم، عرفتوا علي. فإنه حلو إنه الواحد يبلش من حاله، يعني إنه يأسس حاله، يعطي حاله، إنه هو يثبت للمجتمع اللي هو فيه إنه مو بحاجته، إنه هو بإيده بياكل، بإيده بيشتغل، بإيده بيأسس حاله. اللقاء.